السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده انا هعمل معاكم شاورمة فراخ. انا معايا هنا كيلو الا ربع فراخ مقطعه صوابع، لو بانيه مقطعه صوابع كده، ومعايا هنا كوبايه زبادي وعصر عليها ليمونه، كوبايه زبادي وليمونه، ومعايا شويه زيت، ومعايا التوابل بتاعتها ملح وفلفل وشويه قرفه وتوابل فراخ وشويه بابريكا وثوم. وعندي هنا الخضار بتاعها فلفل وطماطم، فلفل رومي وفلفل حامي وبصلة كبيرة شوية، يعني أكتر من متوسطة شوية. أول حاجة هعملها أنا هنا هقلب الزبادي كده مع الليمون، وبعدين أحط عليه التوابل كمان. بسم الله، أحط كده التوابل وأحط كمان شوية زيت، شوية زيت مش كتير، بس يعني معلقتين 3 زيت، وأقلبهم كويس مع بعض، وأحط فيهم الفراخ وأسيبهم يتبلوا مع بعض شوية قبل ما أحضر الخضار بتاعي، أغسله وأقطعه. هنا القوطة هنا أنا بقطعها شرايح رفيعة وبشيل القلب بتاعها، ما بحطوش معاهم، باخد اللحم بس. هحط بقى الفراخ على الخلطة وأقلبها. أنا هنا قلبت الفراخ على الخلطة اللي أنا كنت عاملاها. على فكرة الفراخ ده أنا كنت نقعها في المصفى وعصر عليها برضو ليمونة عشان ما تزفرش معايا، كنت عصر عليها برضو ليمونة وحطها في المصفى، كانت تصفى من المية بتاعتها. أنا حطيتها كلها كده على الخليط، وهغطيها وهغسل بقى الخضار ده كله وهنضفه واقطعه. انا هنا حطيت شويه زيت صغيرين مش كتير، هشوف كده الزيت سخن ولا ايه. بسم الله كده افضل على الشاورما اهي. بسم الله كلها افردها كده وشويه وشويه هقلب. انا هنا قطعت البصل، عملته شرايح رفيعه، قطعته بالمبشره، وحطيت معاه معلقه صغيره توم، وهنا قطعت الفلفل الحامي والفلفل الرومي، وهنا القوطه اهي انا شايله القلب بتاعها اهو، وكمان شويه سماق. وانا حاطه على البصل هنا ملح وفلفل اسود شويه بس كده عشان ما يغيرش ريحته. وهنا انا هعمل معاها مكرونه اللي هي المرمريه الصغيره دي، انا مش هعملها بالعيش، هعملها جنب مكرونه. يلا نشوف هنعمل ايه. اهي ابتدت تغلي اهي، اقلبها اهي واسيبها تتشوح مع نفسها كده وتستوي، وبعدين نشوف هنعمل فيها ايه تاني. انا حطاها على نار عاليه. انا هنا حطيت شويه زيت صغيرين وحطيت فيها المكرونه المرمريه الصغيره دي وهحمرها، ومش هحط عليها اي حاجه تاني غير الملح والفلفل بس، لان طبعا الشاورما فيها البصل والفلفل والطماطم وكل حاجه، فهي هحمرها بس كده وهناخد منها ونحط على الشاورما بس كده. عايزه تحطي انتي سمنه براحتك، انا بحب احط عليها زيت واحمر المكرونه. وهنا عندي اهي الشاورما برضه على النار، تشرب بس شويه الميه بتوعها دول واشوح. اهي كده داخله على التحميره اهي اهي، فاضلها شويه بس صغيرين، وبعدين احط لها الميه. انا هحط لها شويه الميه والملح والفلفل بس. انا هنا حطيت عليها الميه والملح والفلفل وهسيبها تتشرب، وهدي عليها النار بعد ما تتشرب زي الرز بالظبط. وعندي هنا الشاورما اهي خلاص شربت كل اللي فيها. هبتدي احط عليها بقى ايه اهي، شرحت اهي خالص مفيهاش اي ميه خالص اهي. هديها تقلبتين تاني
اشوحها يعني فيها كده تاخد لون، وبعدين احط عليها بقيه المقادير. انا كده شوحتها كويس. هحط عليها بقى البصل وعليه معلقه الثوم الصغيره، وهقلبهم واحط معاهم الفلفل الرومي والحامي، واديهم تشويحه برضو مع بعض. انا عندي هنا مكرونه اهي، عديت عليها النار اهي زي الرز اهي، سيبها تستوي بقى براحتها. شوحتهم في بعض اهو. انا ما بعملش مده طويله، يا دوبك بس كده مع بعض بتاع دقيقتين كده ولا حاجه. واحط عليهم بقى الطماطم اهي، بسم الله. وبرده هديها تقليبه واحده كده على طول، مش هسيبها تتهري ولا اي حاجه. اقلبها وارجع لكم تاني. قلبتها اهي، قلبتها زي ما هي، ما اتطرتش ولا اي حاجه. هحط عليها بقى ايه شويه السماق دول، يدوهم مزازه كده حلوه من فوق الوش. هقلبهم بقى واطفي على كده. يعني كده خلاص خلصتها. هطفي بقى عليها النار بالهنا والشفا. المكرونه اهي خلصتها. هي بصوا المكرونه اهي خلصتها، وهي ما شاء الله بتزيد ومفلفله جميله ازاي اهي. هغرب بقى واوريكم.